Das hindert dich doch nicht daran, pünktlich aufzustehen, deinen... Wie kenne ich? Viel cooler als drin. Und drüber. Du bist so toll. Antonia, komm her. يا مساء الفل والجمال على كل الناس. فيلم النهارده مش معمول لأي حد، يعني لو سنك أقل من 18 سنة بلاش، لأن الفيلم كله إثارة ورومانسية وحب، وأنا عملت اللي عليا وحذرتك. يلا هات كوباية الشاي المتينة وخليك معايا. بتبدأ حكاية الليلة مع طفل جميل عنده 7 سنين واسمه لوكا، وكان واقف على باب الحمام بيستعجل مامته عشان أديلها ساعة بتعمل شاور، ولوكا بينادي عليها ويقول لها الباص قرب يمشي، وبنعرف إن هو مسافر عند والده، لأن مامته متطلعة من والده بقالها 10 سنين بسبب مشاكل حصلت ما بينهم. لكن مامته أنطونيا ما كانتش عاوزة تطلع من الحمام بسبب حلاوة المية السخنة. في المشهد اللي بعد كده بنشوف أنطونيا وابنها لوكا راكبين العربية وماشيين بأعلى سرعة لأنهم متأخروا عن ميعاد الباص. فجأة مرة واحدة إشارة المرور بتقفل عليهم لأن في حادثة كبيرة على الطريق. وقتها أنطونيا فقدت الأمل إنها تلحق الباص، وهم قاعدين في العربية ابنها لوكا بيشوف جنبها علبة سجاير. راح زعل جدا من مامته لأنها وعدته إنها مش هتشرب سجاير مرة تانية. راح قال لها لو أنت مش خايفة على نفسك خافي عليا، عشان ماليش حد غيرك وأنا محتاجك جنبي. ساعتها أنطونيا استغربت من كلامه ومعرفتش ترد عليه. بعد كده لوكا بيمسك علبة السجاير ويرميها من العربية. فجأة مرة واحدة الطريق بيشتغل مرة تانية. بعد شوية أنطونيا وصلت لمكان الباص، لكن للأسف الباص كان اتحرك، عشان كده بسرعة جرت وراه وفضلت تنادي على السواق لحد ما شافهم. بعد كده ابنها لوكا بيركب الباص، ومامته أنطونيا وصته إن ما يعملش مشاكل مع والده ويسمع كلامه، وكمان يكلمها كل يوم عشان تطمن عليه. بعد كده يا معلم أنطونيا ركبت العربية بتاعتها ولاحظت إن الوقت خدها وتأخرت عن الفندق اللي شغالة فيه، وكانت خايفة جدا إن المدير يعمل معاها أي مشاكل. وبالفعل المدير كان خارب الدنيا عليها وبيسأل كل الموظفين عليها. بعد شوية أنطونيا بتوصل بالعربية بتاعتها، وعشان اتأخرت طلبت من صاحبها فليكس يودي العربية بتاعتها القراج. وقتها فليبس فرح جدا لأنه معجب بيها وما صدق إنها طلبت منه كده، وأنطونيا بسرعة جرت على الشغل بتاعها. ساعتها يا معلم مدير الريسبشن خد باله منها وهي متأخرة وداخلة الفندق، وبنعرف إن هو شخص عدواني جدا ويحب أذية الناس، وبنعرف إن اسمه جون. راح على طول كلم الأونر صاحب الفندق ومرضيش يكلم المدير العام لأنه بيكرهه جدا وعاوز ياخد مكانه، عشان كده كان بيكلم صاحب الفندق ويعرفه على كل حاجة بتحصل فيه.